المغربي. كرة بترجع مرة أخرى في مكان، راحت الكرة في الجهة اليسرى، عرضية روسية. الله، المغاربة يتقدمون بهدف عن طريق كريم البركاوي كالعادة في مباراة كانت متكافئة، إلا أن المنتخب المغربي اصطاد لقطته وسجل هدفا هنا في هذه المباراة، بعكس أمانينا، بعكس انتظارنا، بعكس ما كنا نريده في هذا اللقاء. في الدقيقة 28 كرة عرضية. شوف اللقطة، شوف كيف يترك حمزة موسوي هنا بدون رقابة بدون ضغط، يرسل كرة عرضية. شوف كريم البركاوي، شوف هنا يأتي بدون أيضا رقابة أيضا ونجاح من جانب روبن، يرتقي هنا ويضع كرة. كريم البركاوي اللي يتواجد في فريق الظفرة وفي دورينا هو كريم أيضا ويعرف لاعبينا، ويسجل هدف المنتخب المغربي في هذا اللقاء في الشوط الأول. سعادة كبيرة لجماهير المنتخب المغربي، وهذا وضع طبيعي. انتظروا هدفهم من بعض الكرات العرضية، من بعض التصويبات. يأتي لقطة عن طريق كريم البركاوي أيضا اللي كان موجود في الدوري السعودي واللي موجود الآن في دورينا، واللي سجل 3 أهداف في هذه البطولة. أي فتنة هذه يا مغرب، أي فتنة هذه يا مغرب. حمد الله، نعم حمد الله أساس الكرة الماضية في الجهة اليسرى. هذا هو عبد الرزاق، وهنا النقلة والكرة التي لعبت بطريقة مثالية. المهداوي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي، سيدي المهداوي، سيدي المهداوي يسجل ثاني أهداف المنتخب المغربي. حمد الله، لن يكون عبد الرزاق حمد الله أتى بالبصمة هنا، خير بديل، عمل الأساس وسجل الثالث، وسجل الثالث. عمر الذهب، عمر الذهب، لا يصدع لا يصدع لا يصدع لا يصدع هذه اللقطة. وهنا لدينا الكرة في الجهة اليمنى، وسبق دفاعات الإمارات. يقولون في المغرب اللي فاتك بليلة فاتك بحيلة، وهذا ما فعل طبعا عبد الرزاق عبد الله في ثالث الأهداف. بهذا انتهت رواية النصف النهائي الأول.